ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ ده قلقاس عملناه بالطريقه النباتيه، حلو جدا. شايفين لونه اخضر ازاي؟ عايزين تعرفوا سر اللون الاخضر الجميل ده؟ يلا مع بعض شوفوا الفيديو. يا صباح السعاده، ازيكم حبايبي؟ معاكم ماري انور، جايه لكم النهارده باكله جامده جدا، وهو القلقاس. وازاي نعمله بطريقه سهله وبسيطه، طريقه نباتيه حلوه قوي قوي لحبايبي النباتيين، وكمان صيامي، وطعمه كده خفيف مش تقيل. وكمان نعرف مع بعض سر اللون الاخضر الجميل. ويلا بينا نخش الوصفه. يلا بسرعه على الفيديو، يلا بينا. يلا مع بعض حبايبي نجهز الشوربه بتاعه القلقاس. معايا حله فيها ميه كده، نصها ميه بتغلي على النار. انزل عليها مكعبين خضار، طبعا احنا عارفين ان هي نباتيه وصيامي. تمام. تدوب معايا كده المكعبات كده بالشكل ده، بص شكل الميه ديتني شكل شوربه. تمام. طبعا انا مغسله القلقاس بميه بارده بعد ما قطعته، ميه بارده مش سخنه عشان ما يفقدش القيمه الغذائيه الموجوده فيه. كده برضو ميه بتغلي معايا. انزل بقى في المرحله دي بكميه القلقاس بتاعنا. بص بقى شكله حلو ازاي، صابح وجميل، حلو قوي قوي. انزل بقى بالكميه كلها مره واحده. تمام. وابدا اقلب واسيبه يغلي معايا غلوه واحده بس، ونرجع نكمل القلقاس بتاعنا. ولحد ما القلقاس بتاعنا يستوي نجهز مع بعض السلق. هنجيب كده حزمة سلق، أنا عاملة كيلو ونص قلقاس، وعليه حزمة كزبرة وحزمة بقدونس. تمام. مش بحب أحط عليه شبت لأن بيغمق. ونبدأ ناخد الورق مش العروش. تمام. أنا بحب أغسله قبل ما أقطعه، وبغسله برضو بعد ما أقطعه. دي تقطيع عشوائي. كمان نقطع كمان معاه الكزبرة والبقدونس، نشيل كده برضو العروق، نظبط كده الورقة الصفرا ونقطعه كده. طبعا أنا هغسله تاني وهوريهولكوا شكله عامل ازاي. بعد ما غسلته كده هاخده على الكبة، هفرمه واجهزه للقلقاس. يلا بينا. وهنا حبايبي بدأ خلاص استوى معايا القلقاس. خدوا بالكم لازم القلقاس ما يكونش مستوي قوي، يعني حوالي مثلا تلتين سوا. طبعا انا عاملاه في حله ستانلس، ولما يبدأ يبرد معايا ينهرز يهدى، يبقى تلتين سوا افضل بكتير. تمام كده. وبكده قلقاسنا جاهز. نبدأ نجهز الطشة بتاعته او السلق بتاعنا. هنجيب كده قلاية نحط فيها ربع كوباية زيت، وننزل عليها بمعلقة توم كبيرة، يعني هنجهز التقلية بتاعت الطشة بتاعتنا. ونبدأ نشوح فيها كده لحد ما تاخد لون معانا. وبعد تاخد معانا لون بالشكل دوت نبدأ نبهرها. شايفين؟ شوية كزبرة ناشفة، شوية فلفل أسود، تمام، حبة ملح صغيرين. ما ننساش إن حاطين مرقة خضروات. وأدي السلق بتاعنا، بص بعد ما فرمته. شايفين؟ ولو انتي مفرزاه مفيش مشكلة، استخدميه عادي برضه بينفع. احنا خزناه قبل كده مع بعض على القناة. كده خلاص احنا كده خلصنا السلق بتاعنا. يلا مع بعض نشوي القلقاس. وادي قلقاسنا اهو جاهز، وادي السلق. شايفين بقى؟ نقلب كده ونرفعه على النار تاني حوالي مثلا دقيقتين. بصوا بقى اللون الاخضر، بصوا بقى الجمال، جميل جدا. والريحه مش قادره اقول لكم، بصوا لونه جميل ازاي، حلو قوي. يلا مع بعض نقدمه. وادي قلقاسنا الجميل اخضر، بصوا لونه حلو ازاي، رهيب، ريحته جامده جدا. وقدمنا كمان معاه رز بالشعريه. معروف قلقاس يبقى معاه رز بالشعريه. ندوق بقى مع بعض ونشوف بقى العظمه. بص لونه اخضر ازاي، حلو قوي. بص مستوي ازاي ومش مهري، جميل جدا. وهتقولوا افراخ ولا لحمه، بجد طعمه خطير. جربوه على طريقتي هيعجبكم جدا جدا. ما فيهوش اي افتكاسات، حلو نباتي. هيعجب قوي حبايبي النباتيين الصايمين، ويعرفوا سر بقى اللون الاخضر ازاي. يعملوا كل خطواته وكل تكاته. طبعا بشكركم جدا، واتمنى الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. الف هنا، سلام.